بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هجرب معاكم وصفة جديدة كده جميلة جدا وشكلها بجد تحفة. يعني ضيوف بقى اولاد كلهم ان شاء الله هيعجبوا بيها، بجد جميلة جدا وزي ما انت شايفاها كده تحفة بجد. انا كان عندي بقى هنا بواقي جلاش وبواقي من الكنافة. طبعا باخد استخدامي وبشيل الباقي، فطلع لقيت عندي بواقي من الجلاش وبواقي من الكنافة. قمت جبت ايه بقى الصينية كده وكسرت فيها الجلاش حتى تلاحظي ان هو كمان متلج. والحاجة لما بتبقى متلجة بتسهل في كسرها، يعني بتتكسر معاكي بالسرعة دي. وكسرته كده بالشكل دوت، وهبدأ بقى ان انا اكسر برضو الكنافة بنفس الطريقة. وطبعا احسن حاجة ان هي تكون متلجة فعلا. انا بقى ايه هحط عليها سمنة وهحمرها، بس مش هحمرها بقى على البوتاجاز وافضل واقفة جنبها. لا، هريح دماغي خالص واحطها في الفرن. وهوريكي طريقتي، ولو عجبتك ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي شيماء. فانا دلوقتي هنا كسرت معايا الجلاش وكسرت الكنافه. وهحط معلقتين كبار من السمنه بالطريقه دي. عايزه اقولك ان سمنه جنه جميله جدا وبتديها طعم وريحه بجد تحفه قوي. للاكل عموما، للرز بالشعريه، لكل حاجه. المهم، انا حطيت المعلقتين على الوش وسخنت الفرن وحطيتها في الفرن. طبعا اول ما بدات ان هي تتحمر انا طلعتها وقلبتها بالشكل ده. وكمان هحطها تاني. هي احسن حاجه طبعا ان انت يعني كل مثلا دقيقتين 3 بتطلعيها تقلبيها وتحطيها تاني. بالظبط هتعمل معاكي 3 4 مرات وهتبقى بالشكل الجميل ده. كلها لون واحد ومدياكي لون ذهبي بجد حلو قوي. وهنا الشربات انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، ده كان متخزن عندي في التلاجة. فبسهولة جبته وحليت الجنافة بالشكل دوت. حطيت كمية مناسبة من السكر من الشربات. وقلبتها بالشكل ده، وممكن سكر بودر زي ما انت عايزة. وطبعا بقى ايه، كان عندي شوية سوداني كده حمصتهم برضو مع الكنافة والولاش، ادوها طعم بجد جميل قوي. ودلوقتي انا عندي هنا كريمة بيضة، كريمة بالفراولة وكريمة بالشوكولاتة من دريم. كل كيس عملته على كوباية لبن كان يعني مشبر شوية، في تلج بسيط كده، قشور كده من التلج. وضربتهم كويس قوي وبقوا بالشكل ده. طبعا اللون ده انا حطيت فيه نقطتين من اللون الاحمر، اداني اللون الفاقع الجميل قوي ده. عايزه اقول لك والله بجد يعني كاسات طعمه جميل جدا. وكمان افكار لرمضان، يعني عشان خاطر بقى العزومات وكده والكنافه ورمضان، فطبعا بقى ايه، رمضان بيحب الكنافه. وهي الكنافه اصلا في رمضان. فهتعملي احلى كاسات. وهنا سبيركل دوت كان عندي. ما عندكيش مفيش مشكله خالص، بس عشان الاطفال بقى يحبوا الالوان وكده. فانا حطيت ايه، هحطهم في وسط الكريمه علشان خاطر يعني دوكي صفي كده الوان كده هتبقى تحفه قوي. حطيت كريمه ورشيت من الجناب السباركل ده، وبعد كده حطيت كريمه تاني. وبحط بعد كده الكنافة بالجلاش. جربيها ومش هتندمي، بجد تحفة قوي. وبعد كده برضو بحط بقى رق الكريمة. الرصة دي بقى بتاعتي انا، يعني زي ما انت عايزة، بصي الشكل بجد تحفة قوي. الرصة دي بقى زي ما انت ايه عايزة. وهحط جزء تاني برضو من الكريمة. حتى الكريمة كمان اديتك لون حلو قوي، انت ممكن تعملي نص كريمة من الغامقة ديت والنص الفاتح شوية. هيدوكي تدريج برضو حلو قوي. يعني انت بقى بتبدعي بقى يعني. خدي الفكرة وابدعي براحتك. وهحط تاني برضو في الجناب منه. هو الميزة بس ان هو الوان كده، والاطفال بيحبوا بقى الالوان والحركات الجميلة قوي دي. وهحط برضو ايه كريمة تاني. او احط كريمة تاني او كنافة زي ما احنا عايزين. هنا عملت خلاص الثلاث كاسات كده بالشكل دوت. هزوق بقى الوش. قد ايه الوردة ديت في الوش كده بتبقى جميلة جدا على فكرة، يعني بتدي شكل تحفة. وطبعا انا هغطي الوش كله بالكريمة بنفس الطريقة ديت. والطريقة ديت وفي كيس حلواني وبالبلة احسن بكتير من ان انتي بتحطي وتقعدي تفردي. كده اسهل بكتير. هنا خلاص خلصت الكيسات بتاعتي. هحط بقى ايه شوكولاته كده بالشكل دوت رايح جاي كمنظر جمالي برضو. حركات كده بقى يعني جميله كده تبسط الاولاد وتفرحهم يعني. وقدام ضيوفك هتبقى حاجه حلوه انت قدمتيها برضو. طبعا كده جميل جدا، ولو عملتي بالشوكولاته برضو زي ما انا هعمله دلوقتي هيبقى حلو قوي. بس ايه، انا نوعت يعني اللي بيحب الشوكولاته واللي بيحب الفراوله، اللي عايز حاجه ياخدها. ما شاء الله، بصي الشكل بجد تحفه.
ودلوقتي هاعمل اللي هو بالكاكاو، حطيت برضه في القعر كده جزء من كريمة الكاكاو، وحطيت هنا الكنافة بالجلاش، وكملت بقية الكاسات كلها بالشكل دوت. وهحط بقى في النص برضو تاني كريمة، نفس الخطوات بس الفرق ايه في الكريمة دي بالكاكاو وديت بالشوكولاتة بالفراولة. طبعا كان عندي هنا بقى شوكليت شيبس، انا ايه حطيته برضو في الجناب كده كمنظر. بصراحة كان منظر جميل جدا في الجناب كمان عشان يبان كده ويبقى شكله حلو قوي. قد ايه كيس جميل قوي وبسيط كده، وتحسي ان انت كلتي حاجة خفيفة جميلة منعشة، يعني هتنفعك برضو في الصيف. واغطي برضو طبقة من الجلاش بالكنافة بالشكل ده، وهحط برضو الوش نفس طريقة الوردة. بجد شكله جميل جدا حتى لو سبتيه من غير حاجة خالص، وبالوردة دي يعني تحفة بجد. ودلوقتي خلاص انا خلصت الكاسات بتاعتي، وطبعا حطيت على الوش كده شوكولات شيبس وبرده شوكولاته بيضه رايحه جايه، يعني ظبطته بالشكل دوت. وطبعا التظبيط ده بقى بتاعك انتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.